على الرغم من ان الحياة بقت اسهل بكتير من زمان بفضل التكنولوجيا والتقدم والوضع اللي احنا فيه والسوشيال ميديا، وكل واحد معاه موبايله بدوسة زرار ممكن تشتري اي حاجة في العالم، بدوسة زرار ممكن تبيع تشتري تشتغل اونلاين تعمل فلوس، بدوسة زرار تكلم اي حد ليك مسافر بره بلاده وتشوفه صوت وصورة قدامك. ولكن في ناس كتير وشباب كتير مش مرتاحين، اللي هتلاقي عنده اكتئاب، اللي هتلاقيه مخنوق، اللي هتلاقيه فاشل، اللي هتلاقيه دايما بيشكي، اللي هتلاقيه دايما بيبكي. يعني ما تعرفش برغم السهولة اللي احنا فيها دي، ولكن لو رجعت زمان للحياة قبل التكنولوجيا وقبل التقدم ده كانت أريح من كده وكانت أفضل من كده وكانت الناس كلها بتحب بعض. عارف ده معناه ايه؟ معناه انه كل احنا ما بنطلع لقدام في الزمن يعني سبحان الله تحس ان احنا كده بنبعد عن ربنا، بنبعد عنه. التكنولوجيا دي سلاح ذو حدين، يعني ممكن تستخدمها للخير وممكن تكون شر هيعود عليك. احنا مشكلتنا ان احنا بعدنا عن ربنا، علشان كده مش مرتاحين نفسيا، مش مرتاحين عاطفيا، في خنقة، في اكتئاب. يا ريت يا جماعة او يا ريت يا شباب او يا ريت يا اللي بتشوفني، عايزين نجدد العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نرجع للقرآن الكريم، عايزين نرجع للأذكار، عايزين نرجع للأحاديث، عايزين نروح نصلي. وأنا أولكم أنا بحاول أنصح نفسي إني أنا إن شاء الله نلتزم، لأنه كلنا مقصرين وكلنا في حاجات كتير إحنا بعدنا عنها ولازم نغير من وضعنا من نفسنا. خلينا صراحة كده، أنا لو سألتك سؤال دلوقتي وقلت لك المصحف بتاعك أنت آخر مرة قرأت فيه كانت إمتى؟ متزعلش مني، انا واثق انه الاغلبية لو راح يبص على المصحف بتاعه هيلاقي كله مليان تراب. فياريت نرجع ونقف مع نفسنا شوية ونجدد علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، لعل وعسى ربنا يكرمنا ونكون في حال افضل من اللي احنا فيه. سلام عليكم.